كم مرة في حياتك عديت الفترة الصعبة ونسيت تحتفل بالنسخة اللي نجت منها؟ في لحظة معينة ما بتتعلنش بس بتحصل جواك بهدوء، اللحظة اللي بتبطل فيها تحكي القصة على إنها وجع وتبدأ تحكيها على إنها نجاة، اللحظة اللي بتكتشف فيها إنك طلعت من التجربة دي بطل مش ضحية. كل اللي حصل كان ممكن يكسرك بس ما كسرش، كل اللي اتسحب منك كان ممكن يخليك تنهار بس ما خلاش، انت قمت، وده في حد ذاته إنجاز. الصمود مش إنك ما تقعش، الصمود إنك تقع وتقوم وتكمل كأنك ما اتكسرتش. احتفل بنفسك، مش لأنك عديت لكن لأنك كنت قوي وانت بتعدي. البطل ده مش اللي مش بيخاف، البطل ده هو اللي بيخاف وبيواجه برضه. ما تستناش الناس تسقف لك، كفاية انك تبص في المراية وتشوف اللي فضل منك بعد الفترة الصعبة دي، لأن اللي فضل هو الحقيقي. الدرس ده هو جزء من الإطار الكامل للبروفا دي. يا رب تكونوا استمتعتوا. ما تنساش تعمل متابعة وتشترك في القناة عشان لسه عندنا كلام كتير. وشاركني امتى حسيت انك نجيت فعلا مش بس عديت. في كل بروفة كلمة وكل كلمة حياة. دي كانت بروفة حياة.